هو مين ده؟ مراد. يعني ايه دخل اوضتك ازاي؟ مش عارفه يا ماما، الحيوان كان فاكرني نايمه، ولما صحيت ولقيته رحت مصرخه طلع يجري. طب هيخش ازاي والاكره من ناحيتنا؟ يا بنتي يمكن متهيألك. لا يا انكل مش بيتهيألي يا ماما، والنبي بقى طب مشينا من هنا. يعني المفتاح معانا، هيفتح ازاي؟ يعني وبعدين هو مراد هيعمل كده ليه اصلا؟ ماما انا مش بكذب، والله العظيم دخل عليا الاوضه ولما صرخت طلع يجري. البنت ما بتكدبش. قوم ما تعملش نايم. بابا ما هو نايم قدامك اهو. انت بتغطي عليه. اغطي عليه في ايه؟ في ايه يا بابا؟ انت ليه نزلت لها ودخلت عليها الاوضه؟ نزلت لمين؟ انت هتستهبل. ليلى يا بابا مراد ما اتحركش من على السرير. انت تسكت خالص. انا صاحي والله ما نمتش، ما اتحركش من على السرير. سيبه يا طاهر. كمل يا بابا. كدبني. هو فاضل ايه تاني انت ما عملتوش؟ مش ضربتني وهنتني؟ كمل. ورحمة امي ما قام من على السرير يا بابا. بس الباب تحت مفتوح. هي اللي فتحته. وهي هتعمل كده ليه؟ بابا البنت دي شر ودماغها سم. توصل للدرجه دي؟ واكتر من كده كمان. عشان هي اتفضحت قدامي. هفهمك كل حاجه. ماما انا عايزه ارجع البيت، انا مش هقدر اقعد هنا كمان دقيقه واحده. هو انتي ساكته ليه؟ هو انتي تستني ايه يحصل لنا تاني اكتر من اللي حصل؟ مين الولد الشمال اللي مراد قال عليه ده؟ تصدقي كلام السافل ده؟ ده خالد، ابن صاحب السنتر، وعلى فكره ولد محترم جدا. وانت عرفتي منين ان هو محترم جدا؟ وعرفتي منين ان هو ابن صاحب السنتر؟ انا بروح السنتر كل يوم على فكره، وهو اللي ماسك السنتر. بيقعدني قدام انا وصاحباتي عشان نخلص من غلاسه الولاد اللي ورا، وبيشيل لنا الملازم قبل ما تخلص. وعلى فكره هو ما بيعملش معايا كده لوحدي، بيعمل كده مع كل البنات، ومش عشاني، عشان سمعه السنتر. ومراد يعرفه منين؟ يوم ما وصلني وشافني واقفه معاه بعد الحصه، وما كنتش لوحدي على فكره. اول ما ركبت معاه العربيه هددني ان هو هيقول لماما على كل حاجه. وراني الفيديو اللي متصور من كاميرا مراقبه بيت صاحبته، اللي هو مش قايل لهم ان هو مصاحبها. فيديو ايه؟ انت عارفه ده كله ازاي اصلا؟ الفيديو اللي انتي واروى كنتوا بتفضوا فيه الكاوتش بره. لما عرفت ان الفيديو ده متصور من كاميرا الفيلا اللي جنبهم، صاحبت على البنت دي واخدت رقمها، وعرفت ان هي اللي مسجلها محسن. كنت محتاجه اعرف ليه يعني هو عامل كده وليه مخبي. كنت كمان عايزه اعرف ايه سبب الخناقات اللي بين باباها وبين انكل حسن. فسالت مصطفى وقال لي، عشان كده فضحته قدام اخواته. هو انا لو على راسي بطحه ولا مخبيه اي حاجه ولا هو ماسك عليا حاجه كنت هعمل كده؟ ساكته ليه يا ماما؟ ده لعب عيال في عيال. لعب عيال مش لعب عيال. انا مش هقعد هنا دقيقه واحده تاني. لو اي حد فيكم كان حصل له اللي حصل ما كنتش هتسكتوا. في ايه يا ماما؟ ولما مراد سأل عليه طلع الواد مش مظبوط يا نادي. مش مظبوط ازاي؟ بيعرف بنات كتير من اللي بيروحوا السنتر وعامل معاهم مشاكل، وفي بنت منهم اتجوزها عرفي وابوه اللي لم الموضوع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ومراد عرف منين؟ من واحد صاحبه ساكن جنب السنتر. وهو ليه يسأل اصلا؟ ده اللي فارق معاك يا ناديه. رد عليا، مراد سأل عنه ليه؟ عشان شافها معاه. هي وصاحبتها. ولو افترضنا انه شافها معاه لوحدها، مراد عمل كده ليه؟ يا ناديه شافها معاه في العربيه. اخته قلق عليها. اخته يطلع لها اوضتها في نص الليل ليه؟ مراد ما عملش كده. الباب كان مفتوح. يا ناديه عليها انت يعمل كده ليه؟ وهي هتتبلى عليه ليه؟ ابنك بيكذب يا حسن. مراد ما بيكذبش. ده على اساس ايه؟ ما هو مصاحب البنت ومخبي عليك انت وعلى اخواته. دلوقتي بقى مراد ما بيكذبش. يكذب عشان بيحب لكن ما يأذيش حد. انا ولادي مش كده. يعني انا اللي بناتي كده؟ اكيد ده مش قصدي يا ناديه. امال قصدك ايه يا حسن؟ حسن انت ولادك كدابين. امال علي عمل ايه؟ ومراد عمل ايه؟ مع ان ما كانش باين عليهم. هما بقى ولادي دلوقتي؟ مش كانوا ولادنا؟ انا بناتي خط احمر يا حسن.
انت جاي تقول لي ان بنتي مصاحبه واحد وبتركب معاه العربيه وماشيه معاه وبتكذب عليا وبتتبلى على ابنك وعاوزني اسكت؟ بنتك عاوزه تمشي من هنا باي شكل، بسبب بقى مراد شافها ولا بسبب حاجه تانية؟ ده اللي لازم نناقشه. اديني اماره واحده تخليني اصدق ابنك الكذاب. انا مصدقه. ما تفرقش معايا. امال يفرق معاكي ايه يا ناديه؟ اللي شفته واللي انت حصل. بتزعقي ليه؟ عشان انت مستفز. انت اللي مش عاوزه تسمعي يا ناديه. لما تقول كلام عادل كل اللي بتقوله هبل. خلي بالك من كلامك يا ناديه. لما تقول كلام موزون ابقى خلي بالي من كلامي. انا بقول لك الحقيقه. انت بقى عاوزه تدفني راسك في الرمل، ده موضوع تاني. بنتك ماشيه مع الولد. اسكت خالص يا حسن، وما تجيبش سيره بنتي على لسانك، ولحد كده وكفايه. يعني ايه كفايه؟ فهمها زي ما تفهمها. لا افهمها. يعني خلاص دي اخرها يا حسن، وانا قلت لك من الاول ان بناتي خط احمر. يا ناديه سيب ايدي من فضلك. انت بتسيبيني يا ناديه؟ ولو هسيب عمري كله عشان خاطر بناتي انا هعمل كده. طلقني.